صلح من نفسه كتير بعد ما حاول يخرب اللي بناه. هل ثبت تراجع أداء برشلونة بعد ما طلعت وحكيت وحطيت مبررات ضد هالكلام لأكثر من مباراة سابقة؟ برشلونة رائع ممتع ومنظم، كل لاعب يتقن مركزه ويقوم بدوره على أكمل وجه ممكن. فليك أستاذ يوجه لاعبيه ويعلمهم كيفية اللعب بجماعية وبنفس واحد وبقلب واحد. برشلونة فليك لا يكل ولا يمل على تقديم الأداء اللي يرفع هرمون السعادة عند العشاق، انتصار ويوافقه متعة بالأداء. صحيح كان في كلام بيقول على أنه الفريق متراجع، بس الفريق أثبت للجميع أن لكل مباراة ظروفها وكل مباراة لها أسبابها، مو شرط إذا قدمت دقائق سيئة معناها أنك سيء. من عظمة مستوى برشلونة أصبح المشجع المحايد يشعر بوضع مريب عندما يشاهد أي خصم للبرسا أفضل منه على أرض الملعب. شيء أكيد صاحب الكرة الحديثة والكرة الهجومية المرعبة هو محور كرة الإمتاع. قررت معنا هي الكلمة كتير بس طبيعي جدا طالما المقصود هنا هو برشلونة. وحتى اشرح معنى المتعة على وجه الخصوص، يا رجال برشلونة فيك يا لامين يا يامال. اللاعب مؤخرا بيقدم مستويات كبيرة على الصعيد الشخصي، ما عم بحكي على مباراته ضد كوبنهاجن، مستواه رايح بتطور تصاعدي، شخصيته تتطور، عقليته ممتازة، صلح من نفسه كتير بعد ما حاول يخرب اللي بناه. لامين يامال أصبح يوصفه المشجعون بمقولة كانت تقال لليونيل ميسي سابقا، وهي حتى تستطيع إيقافه يجب عليك عرقلته، وليس كل لاعب ميسي، فما بالكم بمستوى يامال الآن. والآن حابب اسمع رأيك عن رأيي تحت بالتعليقات، اكتب لايك للفيديو قبل ما تمشي، ولا تنسى انه اشتراك القناة مهم، فعل زر الجرس وشير المقطع لرفقاتك. بكبر فيكم وشكرا، سلام.